عايزه اقول لكم بقى الملوخيه ده حاجه مهمه جدا، وعايزه اقول لك وانت بتختاري الملوخيه لازم تختاري الملوخيه الخضراء اللي ورقتها مرعرعه بالشكل ده، واخده بالك انت؟ او تختاري الصفراء بتبقى مسخه. اقول لك بقى ازاي تقرطفي الملوخيه. ركزي معايا الموضوع والله العظيم ما تستهونيش. بص خليكي معايا، بصي واخده بالك انت؟ شايفه على اخر اللون قطفه كده اهو. اعمل لك واحده كمان تستاهلي والله. اهي بصي ركزي معايا اهي. شفتي؟ دي بقى الملوخيه. بنعمل ايه بقى بعد ما بنعمل الملوخيه دي؟ نغسلها كويس جدا، نسيبها تنشف حلو، بعد كده نخرجها وبعون الله احلى ملوخيه مني. خلصنا الملوخيه. عايزه اذاكر بقى شويه، عايزه اطور من نفسي. انا عماله بطور من نفسي في مجال السوشيال ميديا، فانا ايه بطور من نفسي وبذاكر عشان الاستاذ احمد مجدي الدرديري رئيسي في العمل بيقول لي لازم تطوري من نفسك. والحقيقه من ساعه ما قال لي الموضوع ده وانا عماله اطور من نفسي بس عايزه اقول لك يا استاذ احمد مجدي الدرديري انت كسرتني، كسرت طموحي، حطمتني اقسم بالله. استاذ احمد مجدي الدرديري شايف ان المرحله دي محتاجه راجل. يعني ايه المرحله دي محتاجه راجل؟ الستات يا استاذ احمد مجدي الدرديري اشتغلت سفيره، اشتغلت وزيره، اشتغلت سواق توك توك. الستات بعون الله بتشتغل كل حاجه، واحنا ما نقدرش نشيل اكونت. استاذ احمد انا لما بمسح بشيل الكنبه، بشيل المرتبه عادي. ازاي يعني اشيل الكنبه وما اشيلش اكونت؟ احنا مظلومين وده ظلم مبين. الستات مغموره في هذا المجتمع. يعني ايه الستات لا تصلح؟ يعني ايه المرحله دي عايزه راجل؟ هذا ظلم مبين. وانا مش هسكت عشان انا طموحي اتقتل. انا اتكسرت وطموحي اتكسر وانا مش هسكت. حضرتك لما تيجي انا هقولك الكلام ده كله في وشك، انا مش هخاف. الست بتشتغل كل حاجه. حضرتك الست بتربي عيالها كويس جدا، حضرتك الست بتطبخ، بتنظف شقتها كويس جدا، خلي بالها من جوزها وبتركز في تفاصيل جوزها. خلي بالك انت من الحته دي، بتركز في تفاصيل جوزها. اللي تركز في تفاصيل جوزها دي خد منها كل حاجه. الست جباره اقسم بالله. حضرتك تقولي ما نقدرش نشيل اكونت، احنا نشيل كل حاجه. ادينا فرصتنا عشان حرام ما يوديش ربنا. انت كسرتنا وقتلتنا ودفنتنا بالحياه. كسرت طموحنا يا استاذ احمد. احنا مش هنسكت على فكره لما تيجي اقول لك الكلام ده كله في وشك. استاذ احمد مجدي لسه كنت بتكلم عن حضرتك دلوقتي حالا. لا مانجر بعدك، انت المانجر، ومن ياتي فلن يكون مانجر. اقسم بالله والله طعمها حلو. انا كنت محتاجه اجازه يا استاذ احمد مجدي والله.